أعود إلى المسعى على المستوى الدولي. أصدر القضاء لغاية الآن، إذا كنت تذكروا لما جيناكم في تقديم حاصل الحكومة كنا أعلنا على الرقم تاع 219. نحن الآن في 224 إنابة قضائية دولية وطلب تعاون، يعني بين إنابات قضائية وطلبات تعاون دولي، لأن فيه طلبات تعاون وفيه الإنابات القضائية. وجهت إلى أكثر من 30 دولة لحصر الممتلكات والأموال وحجزها قصد مصادرتها. الحقيقة مسار استرداد الأموال المنهوبة عرف في البداية تعثرا وتعقيدات، والتجاوب لم يكن بالمستوى الذي كنا ننتظره. احنا كنا واعيين بأن مسار استرداد الأموال على المستوى الخارجي لسنا أكثر ذكاء من بعض الدول التي خاضت في هذا المسار. كنا نعرف بأنه مسار طويل وشاق ومعقد لعدة أسباب. تعقد مسار استرداد الأموال بشكل عام على المستوى الدولي يعود إلى تعقد مسار التتبع في حد ذاته، تعود أيضا إلى اختلاف الأنظمة القضائية. النظام القضائي الجزائري ماهوش كما النظام القضائي الفرنسي، والنظام القضائي الفرنسي مش كما النظام القضائي الأمريكي، وأنتم تعرفون هذا ولا داعي للشرح أكثر. وأكثر من هذا كانت فيه غياب إرادة للتجاوب مع المسعى الجزائري. ابتداء من 2021 تم بلورة مسعى شامل أقره معناها حوالي عام ونصف، ما مشاتش الأمور 2020 إلى منتصف 2021. ابتداء من منتصف 2021 السنة الماضية أقر السيد رئيس الجمهورية مسعى شامل لاسترداد الأموال انخرطت فيه جميع المصالح المعنية بما فيها السلك الدبلوماسي. وأخذنا المعركة معركة الاسترداد من جديد، وبعد أكثر من عام ونصف نشهد اقتناع العديد من الدول بجدية المسعى الجزائري. وكنت قد أعلنت عن هذا في خلال افتتاح السنة القضائية، قلت في أن فيه تجاوب أكثر من قبل، لأن الأجانب نظرائنا الأجانب اقتنعوا بجدية المسعى الجزائري ومصداقيته. وقفوا أيضا على حجم الأضرار التي أصابت الاقتصاد الوطني وضخامة الملفات التي عرضت عليهم. بدأ تجاوب يعني ظاهر للعيان، ووصلنا الآن إلى التنسيق بين السلطات القضائية الجزائرية ونظرائنا والسلطات القضائية الأجنبية، يعني تنسيق مباشر. الآن قضاتنا الجزائريين يلتقون مع القضاة الفرنسيين ومع القضاة الإيطاليين ومع الأمريكيين ومع البريطانيين ومع الإسبانيين لقاءات مباشرة للخوض في هذه المسائل والملفات. وهذا مثلا الدول اللي ذكرتم هذو فعلا تمت عدة لقاءات مع الجانب الأمريكي. رانا في ثالث لقاء، مرات فيه انتقال دو باريدوت من إلى، ومرات عن طريق تقنية التحاضر عن بعد. وأقف عند هذا الحد بالنسبة للمساعي الدولية، فهي مستمرة وسيكون لنا فيها حديث في الوقت المناسب.